أهلا بيكم. والنهاردة معانا مواضيع بتدينا صورة عن المرأة المغربية، بس من وجهة نظر المصادر دي طبعا. أهلاً بيك. والمصادر دي بتقدم صورة نقدر نقول متعددة الأوجه. بالظبط، فيها كلام عن الذكاء، التفوق، الجمال كمان. بس في حتة تانية، الصورة النمطية بقى اللي ساعات بتربطها بالسحر، الشعوذة. مهمتنا نفهم إزاي المصادر دي بتقدم الصورة دي كلها. تمام. المهم نشوف طريقة العرض نفسها، يعني إيه اللي النص بيركز عليه وإيه اللي يمكن بيتجاهله. ده بيدينا فكرة عن الرسالة اللي ورا الكلام ده. طيب نبدأ بأول نقطة، اللي هي الذكاء والنجاح. المصادر بتتكلم عن وجود المرأة المغربية في أماكن مهمة، يعني مناصب قيادية في السياسة مثلا. صحيح، وكمان تفوقها في البحث العلمي، وفي إشارة لجامعات دولية. أيوة، وحتى ريادة الأعمال. النص بيشير لدورها حتى لو في الاقتصاد اللي هو غير الرسمي. والمثير كمان إن المصادر دي بتقول إن مم، التميز ده مش بس في المدن الكبيرة زي الدار البيضاء. بيشمل كمان نساء الريف. الكد والإبداع موجود في كل مكان حسب النصوص دي. لكن وهنا السؤال اللي المصدر نفسه بيطرحه: ليه كل النجاح ده مش واخد حقه من الاحتفاء؟ يعني ليه مش بنسمع عنه كفاية؟ السؤال ده فعلا مهم. طريقة طرح الإنجازات دي وبعدها يجي السؤال عن قلة الاحتفاء بيها، ده يمكن بيلفت نظرنا لوجود توتر معين في النص نفسه. توتر بين إيه وإيه؟ يعني بين الاعتراف الظاهري بالنجاحات دي وبين مستوى التقدير الحقيقي ليها في الواقع اللي النص بيصوره. كأن النص بيلمح إن مش كل أنواع النجاح بتحظى بنفس القبول، بس بيسيبها مفتوحة كده. ومن النجاح ده نروح لنقطة تانية المصادر دي بتحتفي بيها قوي: الجمال. الجمال المغربي. بيتوصف هنا إنه مزيج خاص كده، في تنوع كبير من الشمال للجنوب، ملامح أمازيغية، عيون صحراوية، جاذبية متوسطية. والنص كمان مش بيربط الجمال بالشكل بس. لا طبعاً، بيتكلم عن اللباقة، الذكاء الاجتماعي، الأنوثة الواثقة. بس برضو المصدر بيسأل سؤال مباشر، اللي هو: هل الجمال ده يعتبر قوة ونعمة ولا ممكن يكون عبء وتهمة؟ فكرة الجمال كسلاح ناعم دي زي ما النص بيسميها محتاجة وقفة. الطرح هنا بيخلينا نفكر: هو قوة وجاذبية أكيد، أكيد. لكن في نفس الوقت ممكن يخلق تحديات تانية، توقعات معينة، أحكام مسبقة يمكن. فالنص بيلمح إنه زي ما تقول سيف ذو حدين. وده بقى ياخدنا للنقطة اللي ممكن تكون الأكثر حساسية في القراءة دي، اللي هي الربط بين المرأة المغربية والشعوذة. المصادر دي بتشير لصورة نمطية عن المغرب كأرض السحر في بعض الأوساط الشعبية. بيع مواد معينة في الأسواق جنب البهارات العادية، حاجات بيقولوا إنها للسحر. بالظبط، وبيستخدموا مصطلحات شعبية زي الحرز، المحاية، التابعة. النص هنا بقى بيسأل بوضوح: هل دي ممارسات حقيقية ومنتشرة فعلاً، ولا دي مجرد صورة نمطية بنشوفها في الأفلام والقصص؟ وهنا لازم نكون حذرين جداً. النص بيعرض الكلام ده كله ضمن إطار المخيل الشعبي أو الصورة النمطية. يعني مش بيقدمها كحقيقة. هو بيطرحها للتساؤل، وبيلمح يمكن لوجود رابط بين الصورة دي وبين الخوف من قوة المرأة وتأثيرها. النص نفسه بيسأل: مين اللي بيخاف من المرأة القوية؟ لازم نأكد إن دي توصيفات واتهامات وصور نمطية موجودة في النصوص اللي بنراجعها، مش حقائق بنقررها إحنا. تمام. يبقى الخلاصة اللي بنطلع بيها من المصادر دي إنها بتقدم صورة للمرأة المغربية، يعني كيان متعدد الأوجه، ذكية، ناجحة، جذابة، مؤثرة. صحيح. صورة بتعكس تعقيدات المجتمع اللي بتوصفه النصوص دي. لكن الصورة دي زي ما المصادر بتقول بيقابلها نظرة فيها انقسام، شوية إعجاب وشوية يمكن خوف من التأثير ده. ويبقى السؤال الأخير اللي بتسيبه لنا النصوص دي نفكر فيه: الصور النمطية دي زي حتة السحر اللي اتكلمنا فيها، لحد فين هي بتعكس واقع معين ولو جزء بسيط منه، ولحد فين هي مجرد إسقاطات أو سوء فهم أو يمكن استغلال لبعض الموروثات؟ إزاي نفرق بين الصورة والحقيقة في التصورات دي؟ بالظبط، ده التحدي اللي بتطرحه القراءة دي قدامنا.